البرازيل هي اللي كانت سباقة في هذه اللعبة. أعتقد عائلة جرايس هي اللي جرايسي هي اللي نشرت هذه اللعبة. عندما انتشرت اللعبة بداية بدأوا من اليابان ثم ذهبوا إلى أمريكا ومن ثم بدأت هذه اللعبة بالانتشار. لذلك اليوم أعتقد نزال اللاعب حسين سالم صعب راح يكون أمام اللاعب البرازيلي، لكن نتمنى نطمح اليوم. أنا شفتك منفعل في لقاء عيسى، يعني كنا نتمنى أنه عيسى يفرحنا، لكن إن شاء الله الأيام قادمة وتكون فرحة للاعبي منتخبنا العراقي في هذه اللعبة على مستوى العالم. ننتظر هذا النزال، وممكن المعلومات عن اللاعب البرازيلي تتحدثت عن معلوماته الكاملة، بطولاته، مشاركاته، لذلك ننتظر المعلومات الكاملة. العمر طبعا اللاعب البرازيلي 33 سنة 52 كيلوغرام اللاعب البرازيلي. نعم استاذ جمال، طبعا حنستغل شويه دخول اللاعبين الى القفص ونذكر بعض المعلومات. انه نشكر طبعا الاستاذ محمد قنبر رئيس اتحاد البحرين لرياضات الام ام اي اللي سعى بمجهود كبير للحضور العراقي لهذه المنظمه. وايضا نشكر الاستاذ وسام ابي نادر رئيس الاتحاد الاسيوي لرياضه الام ام اي، وهو عضو الاتحاد الدولي الاي ام ام اف. طبعا مثل ما نلاحظ بلاك بيلت بالبي جي جي، يعني حزام اسود بالجوجيتسو، 4 عنده فوز بالاخضاع، 6 فوز بالتكنيكال نوك اوت. لاعب بسجل احترافي كبير جدا، يعني نقول الله يستر وما نقول غير شيء. يعني المفروض حسين سالم عاد خطه للاعب مغاير له قبل النزال بفتره قليله قد لا تتجاوز 2 أو 3 أيام. ماكو قدامنا غير ندعي لحسين سالم بالفوز ان شاء الله. حسين سالم هو ايضا لاعب كبير، لاعب من المنتخب الوطني للموي تاي. ممكن كان الاعتراض على تغيير اللاعب من قبل لاعبنا حسين سالم. ما كان البرازيل fighting out of Baghdad, Iraq. Give it up for Hussein Salem. 4 إلى 6 أشهر وسافر وهي اموره انه يكون لاعب ضد خصم معين وهي له يعني خطه لعب. من تغير هذا اللعب يعني من الصعب انك تقول لا انا ارجع وما اريد العب. يعني هذا الشيء الانسحاب خلينا نقول من شيء احنا العراقيين دائما ناخذ الامور بقلب اسد. مثل ما ان شاء الله بالركن الاحمر والخصم البرازيلي ان شاء الله نشوف نزال كبير من هذا اللاعب. مثل ما نوهت قبل قليل احنا نقدم الشكر والتقدير الى الكوتش وسام بن نادر عضو في هذه اللجنه، ونشكر كل الشكر الكبير والتقدير للكابتن علاء عيسى احد مدربين وحاليا في فريق كي بالبحرين ومقيم بالبحرين، ساهموا بشكل كبير جدا على تسهيل مهمه اللاعبين ولجنه الامميه العراقيه ووفد المسافر بوجود الاستاذ رائد الدين العباس خلفه كمدرب وهو رئيس لجنه الامميه العراقيه. كل التوفيق ان شاء الله للاعب حسين سالم. فوز الاثنين 6 نزال 5 من 6 بالاخضاع بخلفيه الموي تاي للاعب حسين سالم من دولتنا العراق. ان شاء الله الفوز للبطل حسين سالم. يمتاز حسين سالم طبعا بطول القامه، طول الذراع، ركلاته هي جدا جميله، يمتلك جاب وكروس او يعني مثل ما نقول مستقيم قطع بالملاكمه مثل ما يسموها، جدا جميل. ان شاء الله يبتعد بس عن القتال الارضي، لان اللاعب المقابله هو بلاك بيلت بالجوجيتسو. يعني ما انصح اللاعب حسين سالم انه ينزل وياه على الارضي لانه راح يكون بموقف صعب.
البرازيلي اذا ما حصل هذا الامر. طبعا البرازيل تعتبر يعني مهد البرازيليان جوجيتسو، يعني هي بي جي برازيليان جوجيتسو. مثل ما نلاحظ العمر 31 سنه، 12 فوز 8 خساره، الطول 158 سنتيم. هنا اللي حيكون الافضل لعيسى طبعا بالركن الازرق للاعب البرازيلي. هنا اللي حيكون لحسين سالم الافضليه الطول. ان شاء الله يستغل حسين سالم هذا الشيء بطوله وطول الذراع الريتش ماله، ان شاء الله يكون له الغلبه. قدم اللاعب البرازيلي الان ينتقل الى الركن الاحمر بطلنا العراقي حسين سالم عمره 27 سنه، 6 فوز 3 خساره، طول 176. لاحظ الفرق الكبير بالطول، اكثر من 16 سنتيم. قادم من العراق بغداد، يلعب تحت تيم الملك المحيطي اللي يدرب البطل العالمي الكابتن علي ساهر، اللي يعتقد يكون يضيف وياكم اليوم، ما اعرف زين تاخر علينا، الله اعلم يكون موجود. طبعا البطل عالمي كبير مثل ما تلاحظون امامكم اعزائي المشاهدين، قناه الرياضيه العراقيه، المعلومات كامله للاعبين. إذن ننتظر بداية هذا النزال، وبالتوفيق للاعبنا إن شاء الله حسين سالم أمام البرازيلي جيرسون بيريرا. وبداية النزال، وأترك الحديث والتعليق على هذا النزال مع زميلي الكابتن سلوان رحيم ليعرف مشاهدينا كيفية دخول لاعبنا لهذا النزال. طبعا احنا دائما نبدي بسم الله، وقلوبنا مع الابطال العراقيين. حسين سالم لحد الان يعني بالركله السفليه اللي شفناها اللو كيك والهاي كيك، حاول اللاعب البرازيلي انه يسقط اللاعب. هنا الكنترول على الكيج ايضا جدا ضروري. ما شاء الله حسين ركله جدا جميله لهذا اللاعب. هنا لازم ينوع، لا عيسى الركل العالي ممكن يخلي اللاعب البرازيلي يمسك قدمك، لا هنا لاحظ غلط يا عيسى انك تنزل على ارض مع لاعب جوجيتسو برازيلي وهو من دولة البرازيل. لا يا عيسى، بيريرا هو مختص برياضة الجوجيتسو، كان المفروض ما تنزل على ارض، تبتعد. عن الكابتن سلوان في بداية قبل النزال ما ممكن انه حسين سالم انه يصل مع اللاعب البرازيلي الى الارض، يعني ينزل لمستوى هذا اللاعب للارض، راح يمكن اللاعب البرازيلي التفوق على حسين. طبعا بالتاكيد حسين ايضا ما نقول احنا هو قاصر باللعب على الارض. حسين يمتلك مهاره كبيره باللعب الارضي، وشفنا قبل شوي عنده 5 فوز بالاخضاع. حسين سالم احنا بس نريده يكون يلعب يعني بالمضمون، مثل ما نقول اللعب على المضمون هو ستايل المويتاي الواقف اللي هو يجيده بدرجه كلش كبيره. هنا مثل ما اللاعب البرازيلي يحاول انه يسوي بوش وضغط على اللاعب وياخذ لكمات بسيطه حتى يحصل بها نقاط. بعد مرور دقيقتين ما اعرف بصراحه، يعني الله يعين القضاة على هاي الجوله لحد هذا. ذكرنا قبل البطوله انه الوضع الاصابع بعين اللاعب هذا يعتبر من الضربات الغير قانونيه، طبعا من المحرمات. صحيح تمام، الحكم المفروض ينبه للاعب هنا. تنقيط من اللاعب البرازيلي لغرض الفوز بالجوله بنقاط يعني بسيطه وليس باخضاع. لكن عيسى سالم العفو حسين، بعدنا بالنا يم عيسى يعني بعدنا بنفس الحماس، عيسى وحسين ماكو فرق، اثنينهم يمثلون العراق. نلاحظ هنا بعد نفس الوضع فعالية قليلة من اللاعب حسين وتنقيط من اللاعب بيريرا. نلاحظ فارق الخبرة يعني واضح بالسيطرة، انه ما يخلي اللاعب يتحكم بذراعه حتى يكون الى الغلبة بالضرب. هنا حسين يقوم بصورة صحيحة بتقييد الذراع حتى لا يعني تجي لكمات اليسارية من اللاعب بيريرا. يحاول التنويع بين الوقوف وبين النزول على الأرض. دقيقة ونص على الجولة. دقيقة و20 ثانية. حسين سالم هنا الحكم
المفروض يعني اذا كان قليل الفعاليه لازم يخلي اللاعبين يرجعون مره ثانيه على الواقف حتى نشوف لعب حلو. لحد الان بيريرا يدير النزال لغرض الفوز فقط بدون اي اداء فني. نعم انه التنقيط حاليا له بقى دقيقه من الجوله الاولى، تنقيط لبيريرا تروح الجوله له، وبزاويه اللاعب حسين الاستاذ رائد جميل عباس يعطيه التعليمات، لكن يعني اللاعب المقابل حزام اسود بالجوجيتسو، يعني من الصعب جدا ان تتخلص من هذا الوضع مع هذا مع اللاعب مختص بالقتال الارضي. لكن حسين عموما انه هو قاعد يدافع بصوره جيده جدا، يعني خلينا نقول ما نطل لصالح اللاعب البرازيلي. نعم الجوله الاولى يعني بنسبه كبيره يعني تذهب الى اللاعب البرازيلي 10-9 بقرار القضاة. يعني لازم الجوله الثانيه يعني المفروض من اللاعب حسين سالم انه ما ينزل يكون بهذا الوضع. نعم هذا الغلطه اللي انا حكيتها بالبدايه انه ما انزل وياه على الارضي هو اللي ينطال هذا الوضع. يعني هو ما يعتبر اسقاط، لكن هذا الوضع يعني هو ما يعتبر اسقاط، لكن سيطره تامه وكليه على اللاعب. السيطره الكليه على الحلبه او على الاوكتاغون تعطي نقاط للاعب. اللاعب من يكون هو مسيطر فوق اللاعب ويضرب بعض اللكمات يمينيه ويساريه، هذا له تاثير بالتنقيط. نهايه ال 30 ثانيه الاستراحه واخذ التعليمات من المدربين بالجوله الثانيه، لكن ابتعد عن القتال بالارض والعب برياضتك المفضله المويتاي. بدايه الجوله بسم الله نقول حسين يدخل متحمس ركل. نعم ابتعد عن الكروس قبل الجاب. نعم الركل اللو كيك اني يعني جدا افضله. نعم هذا الدفاع صحيح. محاولة اسقاط. نعم كمل حسين. البو هنا نكوع وايضا سيطرة تامة. نعم اللاعب البرازيلي حاليا بصدمة، لكن اللاعب البرازيلي بصدمة من الجاب اللي اكله من حسين. حسين حاليا مسيطر على مجريات النزال. لا تستعجل حسين، لا تستعجل، لا تندفع، بعد عندك 4 دقائق وعندك جولة كاملة. نعم الضرب اسفل. نعم دفاع صحيح. هنا اطلع حسين، اترك اللاعب، اترك اللاعب حسين، ارجع للخلف خليه يقوم، ارجع. اي نعم صح مثل ما قلنا يخلي اللاعب يقوم. هنا ايضا دخل اللاعب، يلا حسين. نعم بوكس، جاب كروس حسين. نعم يحاول النزول. لا نعم حسين سيطر على الظهر. احسنت حسين. اطلع مرة ثانية حسين، اطلع مرة ثانية. نعم خلي اللاعب واقف. نلاحظ انه دماء تسيل من اللاعب البرازيلي، دماء بغزارة تسير من اللاعب البرازيلي. طبعا اذا ظلت الدماء تسير بغزارة والدكتور يشوف انه لازم يتوقف النزال، يوقف النزال، يعني بالنهاية يعني يعطي الفوز لحسين. نعم نهوك رائع من حسين. الحمد لله الجولة الثانية قدر يقدم مستوى جيد جدا. دقيقتين من الجولة الثانية. لا تلعب الهاي كيك يا حسين، خلينا على اللو كيك. دفاع هنا، دفاع. لا تنزل وياه يا حسين، لا تنزل وياه على الارض، عوفه خليه يقوم. نعم حلو هذا اللعب. اطلع يا حسين، اطلع من اللعب على الارض. حلو. بس هنا يعني حتى تكون يعني معلومة للمشاهد، ما يصير اللاعب يضرب على وجه اللاعب اثناء الارض اذا وجود 3 نقاط على الارض. يعني هنا سوى اللاعب وقف على نقطتين، لازم 3 نقاط، ما يصير بعد تضربه بقدمك على الوجه. واضح؟ يعني كقانون هذا دولي معترف به. كابتن سلوان، وتلاحظ الدماء اللي على الارض يعني غزاره، المفروض انه حكم المباراه ممكن يوقف النزال ويستمر حسب الجرح اللي يتعرض له اللاعب. طبعا اذا كان الجرح سطحي لا يبقى اللعب مستمر. حسين سيطره كليه الحمد لله بهذه الجوله، ان شاء الله ينهيها قبل دخوله بالجوله الثالثه. جميل الدفاع جدا دفاعات كلش رائعه، قدر بها يتغلب على الخصم البرازيلي حامل الحزام الاسود بالجوجيتسو.
اللاعب الحكم مرة ثانية وقف اللاعبين على الواقف. حسين اتمنى انه ترجع على اللو كيك، ترجع مرة ثانية على اللو كيك، تقلل من الكروس. محاولة جميلة من عيسى بالالبو. جميل الالبو. كمل يا حسين، كمل يا حسين، كمل. اللاعب حاليا بموقف نعم قد يوقف الحكم. الله، الف مبروك للاعب حسين سالم. الله، فوز كبير ومستحق بالضربة الفنية القاضية، تكنيكال نوك اوت. يعني أنا واقف على رجلي بعد ما أعرف شو أسوي والله العظيم. الحمد لله، ألف مبروك. اللاعب البرازيلي راح يكون متفوق أيضا في الجولة الثانية، لكن حلوة الحسين اللي قدم فترة ثانية أكثر من رائعة وتفوق بشكل كبير على اللاعب البرازيلي، وبالتالي يفوز في هذا النزال لاعبنا العراقي حسين سالم. ألف مبروك من القلب. كنا نتمنى أيضا لاعبنا العراقي عيسى سالم يحقق لنا الفوز، لكن الحمد لله حسين سالم عوض لنا في هذا النزال والفوز على لاعب محترف، لاعب كبير له تاريخ بهذه اللعبة. وإن شاء الله حسين سالم يستمر بهذا التألق للنزالات القادمة، ونتمنى إن شاء الله علم العراق يكون مرفوع في هذه البطولة الكبيرة اللي تقام في مملكة البحرين. من فعل كابتن سلوان، ويعني ما نعرف انه الفترة الأولى كان عندنا تخوف من اللاعب البرازيلي، لكن إن شاء الله حسين قد المسؤولية رغم العراق الحبيب. ألف مبروك لعراقنا ولحسين سالم ولكل لاعبينا المشاركين في هذه البطولة، وإن شاء الله يستمر بهذا التألق حسين سالم من خلال هذه البطولة ويحقق بطولة ممتازة للعراق ولشعب العراق. مبروك كابتن سلوان، كنت يعني منفعل جدا أنت في هذا النزال وأيضا في نزال اللاعب عيسى، لكن الحمد لله حسين عوض عن نزال عيسى. طبعا استاذ جمال، يعني انت اكيد لاحظت انفعال، يعني اكيد ما طول علم العراق موجود بالساحه لازم اكون منفعل. يعني كابتن حسين نقول له الف مبروك الفوز بالتكنيكال نوك اوت بالركن الاحمر على لاعب ذو خبره كبيره جدا في البرازيل. صرخه الفوز للاعب حسين سالم. هذا الفوز راح يعطي دفعة كبيرة جدا للاعب حسين سالم انه يرجع مرة ثانية لقفص بريف بأقرب وقت ممكن.